السلام عليكم. بغيتك توقف شوية، حيت فريمون إلا ما وقفتيش وسمعتي هاد الهضرة غادي تندم بزاف، واحد الندم قاتل. حيت يا ريت أنا كنت سمعت هاد الهضرة قبل. دابا بغيتك تفكر معايا شي إنسان انت كتبغيه بزاف في حياتك، كيمثل ليك ماماك، باباك، كيمثل ليك كيف نقولوا نصف الدنيا، وتخيل أن هاد الشخص ما بقاش كاين. ما بقيتيش تقدر تهضر معاه، بغيتي تصوني ليه ما تقدرش، ما بقاش كيجاوبك ما تقدرش تشوفو. اشنو اول حاجه غادي تندم عليها؟ انا عارفه الجواب. غادي نقول لك ماشي الحوايج الكبار اللي وقعات ما بيناتكم، غالبا غتكون شي حاجه صغيره بزاف، شي مكالمه ما درتيهاش، شي رساله قلتي من بعد ونرد عليها، شي تعليقه ما عنقتيهاش ديك الساعات او لا عنقتيها في وقت ماشي في وقتها، شي كلمة كنبغيك بخلتي تقولها ديك الساعات. حيت صدقني قسما بالله ملي كتفقد شي حد عزيز عليك ما كتبقاش تفكر شحال من حاجة زوينة دازت ما بيناتكم، كتبقى معلق في داك الموقف الوحيد اللي ندمتي عليه. انا من بعد ما فقدت ماما عقلي مبقاش كيتفكر شحال من مره كانت كتضحك معايا، شحال كانت فرحانه بيا، شحال كانت مفتخره بيا، شحال كانت كدعي ليا. ما كنتفكرش، عقلي ما كيمشيش ليا لهاد الحوايج الزوينين. دائما عقلي بقى واقف ليه فواحد الجمله، وكنت صغيره بزاف، يعني كنت طايشه وصغيره وكان غير واحد النقاش عادي كيطرا ما بين اي ام وبنتها، ولكن هي ديك الساعات مسكينه تعصبات وقالت لي غير واحد النهار تمنيت تشمي غير ريحتي ما غاديش تلقايا. عرفتي كل مره كنتفكرها كنحس ان العرق ديالي كيتجمد، وكنحس كنحس واحد الالم كيمشي كيسرى ليا مع لحمي كامل، واحد الالم ما كيمشيش، واحد العذاب ديال الندم انك ما تقدرش تصلح شي حاجه كان ممكن تصلحها وانت ديجا اصلا صلحتيها والايام دازت عليها وصافي ودازت، يعني شي حاجه عاديه. الندم كيقتل اكثر من اي حاجه. فبغيت نقول لك الا دابا عندك شي حد مازال في هذه الدنيا عزيز عليك، ماماك، باباك، خوك، اختك، صاحبك، راجلك، مراتك، هز التليفون ولا سير عندها ولا سير عنده وقول ليه داكشي اللي انت مأجله، قول داكشي اللي انت ممكن واحد النهار تندم انك انت ما قلتوش. حيت كاينين الكلمات اللي ما تقالتش في وقتهم كيبقى الانسان حاملهم في قلبه العمر كامل وكيكون فات الفوت للاسف.